الله في عافية. اكو واحد ممن ينصبون العداء لآل البيت، اجى زاير من جنوب العراق ورايح متوجه إلى كربلاء، وصل إلى منطقة المسيب، اكو شط نهر هناك، هسه يتفرع من دجلة من فرات، ما أدري بالجغرافية الأنهار أنا ما أدري. فهذا الزاير وصل إلى منطقة المسيب وقعد يتوضأ، وبعدين هو عطشان خلص الوضوء، شرب الماء، أخذ غرفة من النهر وشرب الماء وقال: السلام عليك يا أبا عبد الله. صاحب الأرض بالمقابل سمع هذا توضأ وشرب مي وأطلق السلام على أبي عبد الله الحسين. طبعا إخواني، هاي كلمة السلام عليك يا أبا عبد الله بعد شرب الماء لو تعلمون ما لها من شأن ومن فضل. تصور إمامنا جعفر ابن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه يصلي الصلاة النافلة، ركعة من إمام معصوم نافلة أفضل يجوز من صلاة عمره كله. يصلي صلاة نافلة، واحد قاعد من المؤمنين شرب الماء وأرسل سلاما للحسين، قال: السلام عليك يا أبا عبد الله. هذا الإمام الصادق خلص الصلاة، التفت إلى الرجل قال: أعد علي ما ذكرت. أعاد الكلمة: السلام عليك يا أبا عبد الله. قال الإمام الصادق: أتستبدل ثواب ما ذكرت بصلاتي؟ شنو هالعظمة اللي عند الحسين؟ أتستبدل ثواب ما ذكرت بصلاتي؟ هالكلمة السلام عليك يا أبا عبد الله، أنا أعطيك صلاتي أنت تعطيني هذا الثواب. واحد من تلامذة الإمام الصادق يسأل الإمام، يقول له: فلان كم حججت لبيت الله؟ قال له: سيدي حجيت 19 مرة. زوار الحسين يسمعوني. قال له: كم مرة حجيت لبيت الله؟ قال: سيدي حججت 19 مرة. قال: هلا أتممتها 20، سويهن 20 حجة. قال له: ليش؟ قال: حتى تكون كمن زار جدي الحسين. خليهن 20 حجة حتى تصير بزيارة واحدة من الحسين. ايش قد انت عظيم أبا عبد الله. فهذا صاحبنا شرب الماء من النهر، اختصر وقال: السلام عليك يا أبا عبد الله. اجى هذا واحد وقف على راسه قال له: انتم إلى الآن تظلون مجانين، إلى الآن تظلون مخابيل. في وقت الرواية الإمام الحسين إلى 1300 سنة، رجال صار له 1300 سنة ميت، إلى الآن تسلمون عليه والسلام عليك يا أبا عبد الله. التفت له قالوا: أنت شنو علاقتك؟ قال له: أنا أضحك على عقلك، أنت جاي من على المسيب يعني معناها رايح تزور الحسين. قال له: طبعا راح أزور الحسين. قال له: مو كافي بدع، هاي بعض الغربان اللي تنعق في كل حدب وصوب وما خلى زمان ولا مكان منهم، يتصيدون بالماء العكر. ما تبطلون زيارة الحسين، ما تبطلون تقبلون شباك، ما تبطلون كذا، ما عندهم شغل وعمل إلا زرع الفتنة بين أبناء النسيج الواحد. موضوعي مو انتقادي بقدر ما هو موضوع عقائدي، حتى تعرف أن تعبك وسعيك وعملك وجهدك ودمعة عينك وبذل أموالك ومشيك على أقدامك هذا ما رايح بلاش أبدا، والله ما يروح. وما تكون أنت أكرم من الحسين، خلي ببالك على حسب نيتك. أنت رايح للحسين، الحسين يرجع لك أجر الخطوة ب100، بس كون نيتك سليمة، نيتك صافية. غض البصر، كف الأذى، رد السلام، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، ضوابط رسول الله في حقوق الطريق. احفظ حق الطريق واحفظ لسانك، احفظ جوارحك، وروح للحسين من قلبك واطلب التريدة على هذا الطريق، طريق الجنة. وأنا أضمن لك التريدة، الله يحب الحسين هواي. رسول الله يقول: ليلة أسري بي إلى السماء نظرت إلى ساق العرش قد خط بالزمرد الأخضر، إن الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. قد خط على ساق العرش أن الحسين سفينة نجاة. اختصر يابا. قال له أنت رايح تزور كربلاء، أنت شنو خابيل أنتم صاحين؟ ما تبطلون هاي السالفة. رجال 1300 سنة صار له ميت. هذا الرجل اللي هو من شيعتنا وجاي زاير وقاطع له مسافة ما أدري كم ألف كم 100 كيلو، تأذى. قال أنا أروح للحسين. الحسين قلبه مملوء بالرحمة، أهل البيت كلهم قلوبهم رحمة، بس أنا قاري وسامع أن علي بن أبي طالب حاكم عادل، راح أروح أنا أشتكي عليهم علي بن أبي طالب. ركب ذاك الوقت على راحلة وإجى الأمير المؤمنين. يا سيدي يا أمير المؤمنين، كم أوذينا بحبكم آل البيت. هم يقولون طريقنا صعب مستصعب، أو طريقنا ذات الشوكة مو سهل. يا سيدي يا أبا الحسن، هواي تأذينا. عليكم السلام. يا سيدي يا أبا الحسن، هذا استهزئ بزيارتي، واستهزئ بسلامي على ابنك الحسين، واستهزئ بعقيدتي، وأنا أريد من الله ومنك أن تأخذ حقي من عنده. يوم كامل هو يبكي عند قبر أمير المؤمنين حتى تعب من البكاء ونام يم القبر. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول إجا في عالم الرؤيا، قال له يا فلان شكر الله سعيك وجزاك الله خير، وانت من شيعتنا وانت من زوارنا، ولكن هذا الناصبي اللي لقاك يم النهر احنا ما نقدر نأذيه. كأنما هو في عالم رؤيا يحكي. ليش سيدي ما تقدر تأذيه؟ قال له مو هذا قبل 20 سنة بفلان يوم بفلان عطشان شرب ماي، قال سود الله وجوه بني أمية، قحط هذا الماي ويمنعوه عن الحسين وينذبح هذا الرجل سبط رسول الله عطشان. بس هاي الكلمة قال. فإحنا لأجل هاي الكلمة ندري بناصبي، بس لأجل هاي الكلمة شوفوا قلوب آل البيت، شوف رحمة الله التي أرسلها للعالمين، شوفوا النعمة. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الإمام الصادق يقول النعيم ولايتنا آل محمد، إحنا نعمة الله عليكم، سأل الله أن يديم هاي النعمة. هذا صاحبنا قام من القبر الشريف من أمير المؤمنين وركض راح للمسير، سأل عن ناصبي، لقى الناصبي واقف بيده سبحة يفر بيده. اجى يمه قال له ها وين إمامك؟ شو ما شور بيه؟ شو ما سوالي شيء؟ انت مو قلت راح اشتكي يم علي بن ابي طالب العادل؟ شو علي بن ابي طالب كل شيء ما سوالي. قال له اولا تعال، انت مو اسمك فلان؟ قال له نعم. شو مدري؟ قال ما لك علاقه، تعال بفلان يوم بفلان تاريخ بفلان ساعه انت جاي عطشان وشربت مي وقلت سود الله وجوه بني اميه، ليش منعوا المي عن الحسين؟ وهذا الرجل بدا يرجف. قال منو قال لك؟ قال له صح ولا خطأ؟ قال له يشهد الله هذا الكلام اللي انت جاي تحكيه ما حد يدري به غير بس انا وربي، لا زوجتي ولا اطفالي ولا صديق ولا اخو ولا قرايب، انا والله. انت منو قال لك؟ قال له سيدي امير المؤمنين يقول هذا الناصبي احنا ما راح نشور به لان لعن بني اميه وتعاطف مع مظلوميه ولدي الحسين. واذا بالرجل يشمر عقاله، وين رايح؟ للحسين. قال له انا اروح وياك للحسين. ويا ما نواصب احبوا الحسين، ويا ما نواصب عشقوا الحسين.